بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازي حضراتكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما. معكم احمد المصري من قناة وموقع سؤال وجواب للمعلومات والسيارات. الفيديو بتاع النهارده هنتكلم فيه عن حل مشكلة كده ان الفلاش ميموري ايا كان نوعها سواء كبيرة او صغيرة للاسف لما بتركبها على اللابتوب بتاعك او على جهاز الكمبيوتر بتاعك اللي هو الكمبيوتر المكتبي مثلا، فللاسف احيانا الفلاشة ما بتتقراش او الجهاز بيحس بيها وبيجي لك اشعار ولكن ما بتظهرش على النظام عندك، يعني بتلاقيها مختفية فانت مش قادر تتحكم في الفلاشة. ومهما تعمل في الفلاشة سواء بتغير المداخل بتاعتها لو راكبه على هب يو اس بي خارجي زي ده كده او على المداخل بتاع الجهاز نفسه للاسف برضه ما بتتقراش، فاعرفك هنا الحل وازاي تحل المشكله دي بكل بساطه وسهوله ان شاء الله. طبعا انا معايا فلاشه هنا اللي هي كينجستون ال 8 جيجا، دي فلاشه صغيره كده، ولكن انا هطبق هنا على الفلاشه اللي هي السانديسك الالترا اللي هي اللي معايا دي مساحتها 64 جيجا. الوقت اللي احنا هنعمله هنركبها على الجهاز ونشوف حل المشكله دي ايه وازاي نحلها بكل بساطه. هركب الوقت مثلا على الهب هنا، فزي ما انت شايف دلوقتي انا مركب الفلاشه هنا زي ما حضرتك شايف كده بالظبط، ولكن للاسف مش ظاهره معايا على اللابتوب اللي معانا. طيب هنحل المشكله دي ازاي؟ الموضوع بسيط جدا جدا وفي اكتر من حل طبعا، ولكن الحل العملي اللي تقدر انك تطبقه كل الحكايه انك يا اما هتيجي على سطح المكتب الديسكتوب او هتيجي مثلا على الزيز بي سي او اللي هو الماي كمبيوتر بتاعك، هتضغط كده كليك يمين وبعدين هتختار هنا مانج او اللي هي الاداره، وبعد كده زي ما حضرتك شايف هتلاقي عندك هنا اللي هو الديسك مانجمنت. فزي ما حضرتك شايف هيظهر لك هنا الهاردات اللي راكبه على جهازك سواء هاردات داخليه او خارجيه زي ما انت شايف كده. فكل اللي هتعمله دلوقتي ان انت هتيجي هنا على الفلاش ميموري بتاعتك، وليكن مثلا دي الفلاشه اللي انا ركبتها دلوقتي واللي هي باسم نيو فوليوم، وطبعا مساحتها هنا اللي هي 64 جيجا بايت، لكن للاسف طبعا مش ظاهره على السيستم او النظام من جوه زي ما انت شايف. طيب هنحل المشكله ازاي؟ فكل اللي حضرتك هتعمله دلوقتي انك هتيجي على الفلاش ميموري بتاعتك وهتضغط هنا على الفلاش ميموري كده كليك يمين وتختار تشينج درايف اللي هو الاختيار الرابع من فوق ده، هتضغط عليه كده وبعد كده هيظهر لك المربع ده واللي من خلاله هتغير الترتيب الابجدي بتاع الدرايف بتاعك. يعني الفلاش ميموري اللي معايا دي هغير بس الترتيب الابجدي بتاعها. كل اللي اعمله دلوقتي هختار هنا اد، وبعد كده زي ما انت شايف الاختيار الاولاني ده اللي هو الراديو ده بيجي متعلم زي ما هو كده، بسيبه زي ما هو، وبعد كده هنا زي ما انت شايف هي واخده الحرف الابجدي اللي هو دي، فانا هغيره مثلا لاي حرف وليكن مثلا كي على سبيل المثال واقول له هنا اوكي. زي ما انت شايف ظهرت معايا على طول مفيش اي مشكله. بعد كده هقفل دي خلاص. زي ما حضرتك شايف ظهرت معايا بكل بساطه وسهوله ومفيش اي مشكله خالص. ودي طبعا الفلاش ميموري بتاعتي زي ما حضرتك شايف بالحرف الابجدي بتاعها اللي هو كي واسمها اللي هو نيو فوليوم. ولو رحت دلوقتي نعمل العمليه دي بالعكس برضو نجرب مع بعض ونرجعها مثلا على الحرف دي بتاعها زي ما كانت، هتختفي معايا. لاحظ معايا اللي انا بعمله ده طبعا للتاكيد. لو هنعمل ريموف زي ما انت شايف اختفت. هترجع تاني تعمل نفس الخطوه، هتعمل اد، تختار مثلا اي حرف انت عايزه، انا هختار ده مثلا واقول له اوكي، وزي ما انت شايف ظهرت معايا بكل بساطه. وبكده تبقى المشكله اتحلت وعرفنا ازاي نحل مشكله اختفاء الفلاش ميموري او اي درايف مش ظاهر معايا على نظام التشغيل بتاعي او الويندوز بتاعي ايا كان نوعه، سواء ويندوز 7 او ويندوز 10 او ويندوز 11 ايا كان. هتقدر تحل المشكله بكل بساطه بنفس الخطوات دي ان شاء الله. ما تنسانيش من خلص الدعوات، ولو عندك اي اسئله واستفسارات سيبها لي في التعليقات تحت الفيديو ان شاء الله ارد عليها. وطبعا هتلاقي رابط الموضوع ده مكتوب على موقعنا الالكتروني، هتلاقيني سايب لك الرابط موجود في اول تعليق مثبت وموجود في الوصف تحت الفيديو ده باذن الله. وطبعا مش اكد عليك لو لسه جديد معانا في القناه ما تنساش تضغط على زر سبسكرايب الاشتراك في القناه ولايك وشير وتفعيل كل من جرس التنبيهات علشان يوصلك كل جديد ينزل في القناه اول باول ان شاء الله. شرفني كمان باشتراكك في قناتنا الثانيه سؤال جواب قصص وحكايات علشان يوصلك كل جديد ينزل فيها اول باول باذن الله. تحياتي لحضراتكم، وفي النهايه كالعاده سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في امان الله.